كل مواطن يتفاخر بموروثه الشعبي ويسعى إلى تعريف الجيل الجديد به وبكل تفاصيله من بيوت من طين وقطع تراثية. وانطلاقا من حب التراث والإقبال عليه، فقد سعى عشاقه إلى تحويله من هواية إلى استثمار. التفاصيل في هذا التقرير. ما أشبه الليلة بالبارحة، فبالأمس القريب كانت لأجدادنا بصمة فنية عريقة ما استوحاته من عبق بيئاتهم بعيدا عن ترف المدينة وحضارتها، فلم تكن مجرد نقوش عمرانية فحسب، بل تعدت ذلك لتعكس روح الأخوة والتآلف بينهم، والتي تختزل من بين ألوانها وزخارفها ذويقات جميلة صيرت بنيانهم لطراز فني جميل، حتى أصبحت تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل كفن تراثي أصيل تتباهى به. وها نحن اليوم مع حضارتنا المدنية، والتي ظهر من خلالها فن الديكور، والذي أصبح لا يخلو تخطيط أي منزل جديد من لمسات الفن التراثي الجميل لينسجم مع هذا التطور العمراني الحديث. لاحظنا بالآونة الأخيرة أن الناس الحقيقة يعني يرغبون جدا أنه مع كل فيلا يبنون ملحق سواء من الطين أو المشبع بالطين، وليعرفوا يعني الجيل الجديد أو الجيل الماضي يستمتع بما عاش فيه أو ما إلى ذلك. ويعني الآن أصبح تفاخر عند الناس أنه عنده ملحق طين، ملحق من طين، ليس التفاخر بالبناية الضخمة. التفاخر الآن صار والله الحمد بالموروث الشعبي، وهذا الحقيقة يعني أمنية يعني لكل مواطن أنه يصير عنده موروث شعبي، سواء ملحق طين أو ملحق حجر في الجنوب ولا غيره. لم يقتصر الحنين إلى الماضي على البناء فقط، بل تجاوز ذلك إلى نقل الماضي بكافة تفاصيله من قطع تراثية وعملات نقدية وغيرها. يعني القطعة الأثرية هذه الحقيقة يعني تحكي هاجس كبير عند الناس، ومن هو اللي يملك القطع الأثرية؟ حتى فكرنا احنا من يعني كثرة اهتمام الناس، فكرنا أن نضع المجلس هذا متحف، يعني وانت جالس هنا تشوف القطع التراثية على يمينك. يعني الآن وضعنا حوالي 10 أو 15 قطعة أثرية، والمستقبل إن شاء الله نبي نشتري ونضع يعني أكثر من هذا. وانطلاقا من توجهات البعض من عشاق العودة للماضي، فقد تحول الأمر من هواية إلى استثمار، وأنشأت العديد من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ الأعمال التراثية. لاحظنا الإقبال وكثرة السؤال عن المؤسسات المتخصصة بالأعمال، فمن هذا المنطلق يعني أنشأنا مؤسسة، والحمد لله شغالين يعني عندنا أعمال تراثية يعني بجميع بالنسبة للبيبان، بالنسبة للدرايش، الأعمال الجصية. إن من أصدق المشاعر التي نكنها في قلوبنا تلك الناطقة بمسمى الحنين لأيام مضت عشناها بين كنفات ماضينا العريق، حيث الأصالة النابعة من رحاب الصحراء وبيوت الطين وبساطة المعيشة، والذي نستشف منه عبق الأصالة وروح الانتماء لفن جميل لم تزده الحضارة المدنية إلا تقدما ورسوخا في قلوبنا.